صافي انا كملتها كما شفتوا، راه درتها بالقطن الطريقه القديمه باش صوبتها دغريبه. دابا راه نشعل الفران سخون، غادي ان شاء الله ندخلها ليه ونخلي العافيه على وجهها، ولكن منقوسه حتى تبدا تطرطق يتشقق ليها وجهها، عاد يمكن لي نشعل عليها من التحت نوليو ان شاء الله نتلاقاو ملي طيب. السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في شي واد السباعي. الفيديو اليوم ان شاء الله واحد غريبه اللي هي من غريبات القدام، اقتصاديه سهله في التحضير. العناصر اللي غادي ندير فيها مفيدين، وإلا تابعتوني ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تشوفوا طريقتي في التحضير ديال هذا الغريبه اللي هي اقتصاديه ومن غريبات القدام. دوازاتاي ساهل، ما فيه حتى حاجه اللي هي مكلفه. عندي هنا في البيض 3 د البيضات، الرابعه غادي نحيد لها غير البياض، غادي ندير به الغرض الصفار، غادي ان شاء الله نبقيهم في هذا باش غادي نخلطها تغريبه اقتصاديه وتجي زوينه سهله في التحضير. هذه اللي غادي نحيد ليها غير البياض، وغادي نخلي الصفار ندير به الغرض. غادي ندير واحد شويه نتاع الملحه. عندي هنا السكر سنيده، كاس ديال العنبه، كاس الارض. غادي نخلط البيض مع السكر سنيده. عندي الزيت، كاس ديال العنبه عامر حتى لهنا. غادي نبدا نخوي الزيت ونخلط. غنبقى هكا مستمرة حتى نكمل هاد الكاس. عندي هنا العسل مزيان، ماشي العسل الاخر اللي كنطيبو بالسكر، ولا العسل مزيان باش كتعطينا هاد الغريبه نتيجه مزيانه. الا درنا فيها العسل العادي ما غاديش تعطينا النتيجه اللي بغينا. عندي هنا واحد المعلقه كبيره حمراء، بحال قلت 2 معالق كبار عامرين ديال العسل، ولكن راه العسل مزيان. نديروهاش بالعسل العادي ما كتعطيش النتيجه. وهاد الحلويات القدام راه زوينين، زعما كيكونوا مقتصدين وحتى هما بالمذاق ديالهم وبالقيمه ديالهم، ما نفرطوا شي فيهم. دابا غادي نخلط هاد العسل حتى يندمج مع هاد البيض والزيت والسكر سنيده. عندي هنا واحد شويه نتاع الكركاع، هاد الحبات هكايا اللي ما غادي نطحنو ما والو، غادي غير هكا نقطعو غير هكا بيديا رقيق، حيت هو الكركاع راه رطب. هكايا تنحاول نديرو رقيق هكا، ونبقى هكا حتى نكمل هاد الحبات اللي عندي. صافي هو الكركاع كملتو، غادي نخلطوه هنايا مزيان. عندي هنا الدقيق الفورس ديال الحلويات الممتاز اللي سبق لي غربلتو. غادي نبدا نخوي. دابا غادي نحيد هادي. عندي الخميره ديال الحلوى ديال 8 غرام باكيه ونص، غادي نديرها فوق الدقيق. نص معلقه صغيره ديال الفاني عندي ديال القرعه، درت هو تيكون شويه مجهد على ديال الشاشي. عندي هنا هاد البيكربونات هادي، غادي ندير منها واحد نص معلقه صغيره. هي نص معلقه اللي غادي نخلطها حتى هي مع الدقيق. غادي نبدا دابا نخلط وندير الدقيق. ها هي دابا كنبقى نزيد الدقيق. بيكربونات الا ما وريتهاش لكم مزيان، هي هذه اللي درت منها نص معلقه صغيره، حيت هي راه كتواتى مع هاد العسل في هاد العجينه هذه. دابا غادي ندير يدي باش نعرف شحال ديال الدقيق اللي غادي نزيد. نبقى دابا نخلط بيدي ونزيد الدقيق، غير نخلطها ماشي كندلكها، غير نخلط.
هيا تندير الدقيق ونجمع حتى نحصل على القوام اللي غادي القوام ديال الغريبه. صافي انا كملتها. ها القوام تتكون شويه مرخوفه. ودابا هذا الطبسيل فاش غادي نديرها ديال الفران، غادي ندهنو غير بالزيت، حيت كما قلنا راه هاد غريبه من غريبات القدام ما كنا كنديروا لا كاغيط لا والو، كنا غير كندهنوا الطبسيل ونديروا فيه الحلوه كيف ما بغات تكون. انا غادي ندهنها مزيان، هذا غادي ندهنو مزيان هاد الطبسيل ونديرها فيه. غادي نبدا دابا نشكلها كويرات ماشي كبار بزاف على هاد القياس. ها هي هكايا. شويه نبعدهم لان غادي تزيد تطلق، حيت فيها الخميره وفيها بيكربونات. وغادي نبقى هكايا مستمره حتى نكمل هاد العجينه اللي عندي. راني طربت داك الصفار ديال البيض اللي غادي ندير ليها في وجهها. عندي هنا واحد الطريف نتاع القطن هو باش غادي ندير ليها هاد الصفار ديال البيض. نطويها كامله صافي. هي طليت ليها وجهها كامله صفار البيض. صافي انا كملتها كما شفتوا. راه درتها بالقطن الطريقه القديمه باش صوبت هاد غريبه. دابا راني نشعل الفران سخون، غادي ان شاء الله ندخلها ليه ونخلي العافيه على وجهها، ولكن منقوسه حتى تبدا تطرطق يتشقق ليها وجهها. عاد يمكن لي نشعل عليها من التحت نوليو ان شاء الله نتلاقاو ملي طيب. ها هي الغريبه طابت. ها هي كيفاش كتجي في وجهها، كتجي محمره. هذاك بيكربونات والعسل اللي كيعطيوها هذا اللون في الطياب، راه خصها تجي هكا حمراء، ما تجيش شي زعما غير مصفره بحال الغريبات الاخرين. هذيك خصها تجي فيها اللون مغلوق، حيت فيها العسل وديك بيكربونات كيعطيو هذا اللون في الطياب. كلها طيبه مقاده كما قلت لكم. شعلت عليها من الفوق حتى بدات كتشقق، وانا نعاود شعلت عليها من التحت وكملات الطياب. وكل سيده والفران ديالها زعما دابا الطياب تيكون مفروق. ها هي كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. كتجي في اللون مغلوق على العسل وبيكربونات، وكتجي فتيه زعما واخا اللي شفتها هكا تجي هشيشه. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديال هاد الغريبه تكون عجباتكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله وبالصحه والراحه.